السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ديلني. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، محمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده خاص بالاعلانات. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تنزل عليه اعلانات لاي حاجة عندك حاجات قديمة مستعملة عايز تبيعها، عندك حاجات جديدة عايز تبيعها، عندك وظائف، انت صاحب مشروع او صاحب شركة عندك وظائف عايز تنزلها وطالب عمال او موظفين بتقدر ان انت تنزلها على التطبيق. عندك بتدي مثلا دورات تعليمية او كورسات تعليمية او عندك سنتر تعليمي بتقدر برضو تنزل عليه اعلانات. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تنزل عليها اعلانات من خلال التطبيق. وبعد كده بيخش على التطبيق ده ناس بيكونوا طالبين حاجات، عندك برضو شقق الايجار، شقق بيع، شقق بتتأجر يعني عادي، ايجار عادي او ايجار مفروش او اي حاجه من الحاجات دي. فانت بتقدر الحاجات دي كلها تنزل ليها اعلانات على التطبيق، والتطبيق ده بيتصفحه عدد كبير من الناس. طبعا الناس اللي بتتصفح التطبيق مش شرط ان هم يسجلوا او يعني يكون حاطين الاكونت ويكون ليهم ايميل على التطبيق، لا بمجرد ما هم بيخشوا ويدوروا على اي حاجه هم عايزينها بيلاقوا على طول. طبعا انت برضو لو كنت شخص بتدور على اي حاجه من الحاجات اللي انا قلت عليها دي، بتدور على حاجات مستعمله، على حاجات جديده، على شغل، على شقق ايجار اي حاجه، فانت برضو هتخش هتلاقيها موجوده على التطبيق. طبعا تطبيق مجاني، دي حاجه كويسه فيه، بس مشكله التطبيق ان هو لسه جديد فلسه عدد التحميلات عليه مش كتير. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.